السلام عليكم وتحية طيبة للجميع. تخيل أخي الكريم أنك أنت مقيم بأوروبا كتقوم بكل الواجبات ديالك، واحد الإنسان ناجح في حياتك، وفوق هادشي هذا كله كتعاون الاقتصاد ديال بلادك. التحويلات ديال الجالية المغربية المقيمة بالخارج راه ربما كتجي في المرتبة الثانية أو الثالثة في اقتصاد المغرب، يعني صراحة كتقوي الاقتصاد المغرب بمعنى الكلمة. فتخيل فوق هادشي هذا كله يطلع واحد الإنسان مغربي خوك من لحمك ودمك ويقول لك باللي أن النبي صلى الله عليه وسلم كيتبرى منك. والله العظيم شفنا حالات عدة، مغاربة متشبعين بالخطاب ديال الكراهية، المغاربة متشبعين بأفكار خاطئة عن الدين، ويقول لك هيدا بكل سهولة على أن النبي صلى الله عليه وسلم متبري منك. وانت ما فراسك ما يتعاود وتسمع هذا الكلام هذا، وفعلا كتمشي كتلقى بلي أن الحديث يقول إني بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين لا تتراءى نارهما. وفعلا بزاف ديال المغاربه مقيمين بالخارج والله العظيم تركوا كل المشاريع ديالهم وتركوا السكن ديالهم وتركوا كل شيء، تركوا مستقبلهم ومشاو يعيشوا في المغرب خوفانين عندك يموتوا والنبي متبري منهم. فما حقيقة هذا الحديث أو ما حقيقة سياق هذا الحديث؟ قبل ما نتكلموا على هذا الحديث هذا خلونا نردوا على ديك الإخوة اللي كيتبناو هذا الخطاب ديال الكراهية. أولا وقبل كل شيء النبي متبري منه، وانت مالك؟ انت شغلك اش دخلك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الجالية المقيمة بالخارج؟ ثانيا قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وثالثا الله سبحانه وتعالى يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. يعني وخا يكون إنسان كافر ماشي غير مسلم مقيم بين أظهر المشركين، وخا يكون كافر هذاك الدين كيطالبك أنك تتعامل معاه بالإحسان والمعاملة. وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا وجادلهم بالتي هي أحسن هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أنا ما فهمت صراحة الناس كتعطي الأعذار أو لا كتبرر ديك الحقد والكراهية ديالها انطلاقا من الكتاب والسنة. مع الأسف هذه الظاهرة هذه كنعانيو منها صراحة. وخا سيادنا الحديث أولا ضعف البخاري ربما إسناده ضعيف، ولكن أنا كنصححه لك، أنا خذها من عندي كنصحح لك هذاك الحديث. سياق الحديث جاء في واحد الغزوة، كانوا المسلمين هجموا على واحد القبيلة ربما اسمها خثعم، قبيلة خثعم كانت شاركت في غزوة الأحزاب، يعني بدأت العدوان تعدت على المسلمين. وملي انتهت غزوة الأحزاب النبي صلى الله عليه وسلم استخدم قوة الردع، يعني كردع ديك القبائل، وكان كيعمل السرايا. فهجموا على ديك القبيلة، وديك القبيلة كان بيناتهم مسلمين وتقتلوا في ديك الغزوة. ملي النبي صلى الله عليه وسلم سمع باللي تقتلوا قال إني بريء منهم، أنا بريء منهم، أنا ما كنتش عارف بلي هما مسلمين. فحال حنا سبحان الله اللغة ديالنا الدارجة ديالنا المغربية وسبحان الله فيها البلاغة فيها الفصاحة. واحد الابن ملي كيكون خارج من الدار والوالد ديالو منعوه قال له ما تخرجش، ولكن هو خرج وتفلس او لو وقعت له شي مشكله، با شنو كيقول له قبل ما يخرج؟ كيقول له ولدي انا بريء منك، اذا خرجتي انا بريء منك، يعني اذا تعدوا عليك او لا تفلستي او لا كذا انا في ديك اللحظه ما كنتش نقدر انني ندافع عليك. هذه هي اني بريء منك، يعني بمعنى اني بريء من دمك ان سفك وبريء من مالك اذا اخذ، سواء من عند المسلمين اللي ما عارفيكش انت واش منهم ولا ماشي منهم، وزيد على ذلك عندك شي قبيله اخرى تتعدى عليك، انت ماشي تحت السلطه ديالي. انا مثلا كنعيش في المغرب وشي واحد تعدى عليك في المغرب عندي الحق ندافع عليك، بالحق انت ما نعرف فاين، يعني انت في واحد القبيله بعيده وتعداو عليك، شنو بغيتي انا نحارب ديك القبيله؟ انا ماشي مسؤول عليك، انت كتعتبر مواطن تحت السلطه ديال ديك القبيله، هي اللي مسؤوله عليك. هذا معنى اني بريء من كل امرئ مسلم يقيم بين اظهر المشركين لا تتراءى نارهما. يعني ما انت في ديك المجتمع وانا هجمت عليه حيت هو معتدي، راك انت ما نقدرش نفرق بيناتكم. هذا هو سياق هذا الحديث هذا. ثانيا اذا كنت انت كتعتقد على ان اليهود والنصارى مشركين فانت كتعيش التناقض، لان الله سبحانه وتعالى يقول ليسوا سواء. الله سبحانه وتعالى يقول الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله إلى آخر الآية كتعرفوها. زيد على ذلك كيف يعقل أن هذا الحديث ديال المشركين سقط على اليهود والنصارى، أوروبا نصارى، والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. شوف آية ممنوع تزوج بالمشركات، آية أخرى حلال تزوج بالكتابيات أهل الكتاب. واش الدين ديالنا متناقض أو لا عقلك متناقض؟
عقلك متناقض، اعترف بها. انا متاكد على ان الانسان ما يبغيش يقتنع على ان التناقض موجود في عقله. يقدر لان من كانوا قبلنا شنو عملوا؟ ملي كان كيوقع لهم تناقض وما كيفهموش الايات كانوا كيحرفون الكلام من مواضعه، كيحذفوا هذه وكيحذفوا هذه. حنا ما قدرناش نحذفوا، حنا بدينا كنسخوا الايه موجوده، ولكن لا كنقولوا لا هذه كتكلم على ما نعرف شنو قبل البعثه، لا هذه كتكلم على بعد البعثه، لا هذه ما بقاتش صالحه، لا هذه صالحه. ولا تتبعون سنن من كان قبلكم. زد على ذلك يا اخي الكريم، إذا كنت عندك إشكال في فهم الإسلام، علاش كتخرج على الناس؟ علاش كتنشر المغالطات بين الناس؟ الله سبحانه وتعالى كيقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الإسلام ما عندوش الجغرافية، الإسلام ما عندوش الجغرافية. الحديث الصحيح لا يترك الله بيت مضر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين. فانت ملي كتحصر الاسلام في جغرافيا معينه، انت ما كتفهمش الدين، انت ما كتفهمش طبيعه الدين، انت ضد الدين اصلا. فحاول تراجع الحسابات ديالك وتراجع مفهومك عن الدين. الدين الجغرافيا ملغى. انت مازال ما مشيتي لاوروبا وشفتي الناس كيفاش كيعيشوا، طابع باسلامي، مساجد. بل انا كنأكد لك حريه الاعتقاد في اوروبا اكثر من حريه الاعتقاد في الدول المسلمه. خلونا ما ندخلوش بزاف ديال الحاجات. انت مازال مشي بعدا وشوف ديك الدول الاوروبيه وشوف المسلمين، جلس معاهم وهضر مع عادك ومشي فهم هذا الحديث. عادك صدر فتوى وقول بلي ان النبي كيتبرى منك. انت ما عارف والو، انت ما عارف لا في الدين لا في سياق الحديث، ما عارف لا في طبيعه الدين، ما عارف حتى شي حاجه، ما عارف لا كيفاش الوضع كاين في اوروبا. هايداك جبتي الحديث ورميتي على ديك الناس. الانبياء قبل ما كينزل عليهم الوحي حتى كيهاجروا ويتلاقاو مع الناس، الانبياء كلهم تقريبا، الا الانبياء اللي ربي عطاهم الحكمه وهو صبيه. كاين بعض الانبياء اللي ربي سبحانه الله عطاهم الحكمه وهما صغار. بحق اغلب الانبياء حتى وصلوا 40 سنه. عمرك ما تسالتي علاش الانسان النبي ملي كيوصل 40 سنه عاد كينزل عليه الوحي، حتى كيكون بزاف الحاجات فهمهم وتلاقى مع هذا وتلاقى مع هذا وتلاقى مع هذا. انت مازلت ما وصلتي ل 40 عام، وانت مازلت ما تلاقيتي مع الشعوب، وهيدا كتصدر. زيد على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم علاش قال للصحابه يمشيو يعيشوا في اثيوبيا، الحبشه عفوا؟ علاش قالها لهم؟ كانت دولة نصرانية. ربي قال لهم مشيو، من بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم مشيو إن فيها ملك لا يظلم عنده أحد. راه المسلمين أغلب المسلمين كيطلبوا اللجوء في أوروبا، أنت عارفها. قال إن لا يظلم منه أحد. عمرو بن العاص قال هم أمنعهم لظلم الملوك وأكثرهم أو خيرهم لمسكين وضعيف. الحديث ديال تقوم الساعة والروم أكثر الناس. هذا الدين ديالنا، أنا ما كنهضرش بانطلاقا من أهوائي. دابا النبي قال لهم مشيو لتما عيشوا في ديك بلد نصرانيه، ومن بعد قال لهم راني كنتبرى منكم. سبحان الله. واحد البند في صلح الحديبيه شنو كيقول؟ واحد البند في صلح الحديبيه سيدي كيقول النبي قبل هذا البند اي واحد مسلم كيعيش مع المشركين في مكه ممنوع يجي عند المسلمين. اذا جاء المسلمين مطالبين ان يردوه لعند المشركين. علاش النبي قبل بهذا البند؟ النبي قبل سبحان الله انه يتبرى بالناس. الناس مساكن، سبحان الله هاد الناس كيفاش كتفهم الدين. انا متاكد اللي سبحان الله مقتنع على ان النبي بريء من هذوك المسلمين اللي عايشين في اوروبا، واخا تجيب له كل ايه، لان هذيك هي العقليه ديالو، عقليه عدائيه كراهيه مع الاسف. هاد العقليه عانت منها الامم منذ زمن بعيد. فطبيعه الدين الجغرافيه ملغاة. علاش كتحصروا الدين في جغرافية معينة؟ إذا أنت ضد الدين، أنت ما باغيش الدين يتمدد. أنت إذا ملي كتبغي تحصر الدين في منطقة جغرافية معينة، إذا أنت ضد الدين. سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم إخواني الكرام، هذه رسالة خاصة للجالية المقيمة بالمغرب. طبعا أغلبكم سبق سمعوا هذا الحديث، والنية والمغاربه معروفين النيه. هذا الحديث كيزعزع لهم العقيده ديالهم وكيزعزع لهم بزاف. ما يزعزعكم ما والو. هذا بمعنى ان النبي تبرى من الدم ديال اي مسلم وتبرى من المال ديال اي مسلم اذا انتهك في قبيله معينه.
المسلمين أعلنوا حرب على قبيلة بني قينقاع لأنهم تعدوا على امرأة مسلمة كانت تحت السلطة ديال المدنية. المسلمين مستعدين أن يعلنوا الحرب إذا تآذى مواطن واحد تحت السلطة ديالهم. بالحق واحد المواطن مسلم كيعيش في قبيلة أخرى تحت سلطة قبيلة أخرى، أنا بريء منهم. إذا جيتي عندي تقول لي أنا قتلوا لي ولد خاي، وأنا بريء منك، أنا بريء منك. لو كنتي عايش معايا في القبيلة ديالي غنحميك، لو كنتي عايش في هذيك أنا غنعلن الحرب مع الناس كاملة، مع العالم كامل، لا يعقل. فهذا هو حقيقة هذا الحديث. فما تبقوش تحمقوا راسكم، راه الناس مع الأسف مريضة، قلبها مريضة، كتبحث غير على ديك الزلة النقاط. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. ما تخليوش الناس يفتنوكم عن دينكم وعن دنياكم. انتوما كتقوموا بكل الواجبات ديالكم. اخطر حاجه هي تتعدى، ان الله لا يحب المعتدين. اخطر حاجه اللي تخاف منها هي تتعدى على بنادم. والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، هذاك هو المسلم الحقيقي. فسبحان الله حنا ولينا كنأذيو الناس باسم الدين انطلاقا من الكتاب والسنه مع الاسف. المهم كنتمنى تكون رسالتي وصلت، وهذا هو حقيقة هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم كان عمو العباس كان عايش في مكة وعارفه باللي هو مسلم، ما قالوا لنا متبرى منك لا والو، ما هجرش كاع، تلقاه في فتح مكة، خارج مكة تلاقاه وعارفه باللي هو مسلم، ما تبرى منه ما والو. هذوك الناس اللي مشاو للحبشة ما تبرى منهم ما والو النبي صلى الله عليه وسلم. هذاك البند اللي تقبل المسلمين يبقاو في مكة ما يجوش المدينة، النبي ما تبرى منهم ما والو. لا حول ولا قوة إلا بالله. فتحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.